يا مساء التكنولوجيا يا صاحبي. النهاردة هنتكلم عن حاجة ممكن تغير مفهومنا عن السيطرة على أجسامنا وأفكارنا. الشريحة الإلكترونية اللي بتتزرع في الدماغ. مش فيلم خيال علمي، ده واقع بدأ يظهر دلوقتي. أول حاجة، إيه هي الشريحة دي؟ البرين كمبيوتر انترفيس أو BCI، شريحة إلكترونية صغيرة بتزرع في المخ أو حواليه، وبتقرأ نشاط خلايا الدماغ أو تبعت إشارات ليها. أحدث جهاز طوره باحثين في MIT news.mit.edu بيقدر يتحرك جوه الدم ويوصل للمنطقة المستهدفة في المخ من غير جراحة كبيرة، وده بيخلي الزرع أسرع وأأمن. تاني حاجة، أخبار جديدة جامدة. نيورالينك بتاع إيلون ماسك زرعت الشريحة في 12 شخص عالمياً لتجارب مختلفة. رويترز.com، باحثين في ستانفورد قدروا يحولوا الكلام الداخلي لبعض المرضى لكلمات رقمية باستخدام الشريحة. يعني الشخص فكر بالكلمة والشريحة ساعد الجهاز يفهمها. med.stanford.edu. الصين كمان دخلت بقوة وبدأت خطط وطنية لتطوير واجهات دماغ آلة، وده معناه سباق عالمي للتقنيات دي. Wired.com. ثالث حاجة، ليه الموضوع مهم ليك؟ ناس عندهم إصابات أو شلل ممكن يتواصلوا بالتفكير فقط. ممكن تتحكم بأجهزتك بالتفكير بدل اليدين، لكن في نفس الوقت في تحديات ضخمة. خصوصية الدماغ، مين يملك البيانات والأمان الشخصي. رابع حاجة، التحديات، لسه معظم الأجهزة تحت التجارب ومش متاحة للجميع. زرع شريحة في المخ فيه مخاطر طبية، والأسئلة الأخلاقية والقانونية لسه محتاجة إجابات قبل ما التقنية تنتشر. الخاتمة، الشريحة الإلكترونية في الدماغ مش بس فكرة مستقبلية، ده واقع بدأ يحصل دلوقتي. حابب أعرف رأيك، هل التكنولوجيا دي هتكون نعمة ولا سيف ذي حدين؟ لو عجبتك الحلقة دوس لايك واشترك في القناة عشان توصلك كل الأخبار الجديدة. أنا بيدو، ونشوفكم الحلقة الجاية. سلام.